صيانة وتشغيل دي يعني اللي بنسميها إدارة الحدائق وصيانة وتشغيل الحدائق العامة، بتكون أغلبيتها للحدائق العامة والمنتزهات في المدن الجديدة، في الفنادق والقرى السياحية برضو بيكون في أماكن خاصة، ملاعب الجولف، ملاعب كرة القدم دي عايزة صيانة دورية، في حاجات كتير جدا. في مناطق مثلا زي الأندية الكبيرة زي النادي الأهلي، نادي الزمالك، الأندية الكبيرة دي فيها ملاعب، فيها عدد ملاعب، في مجمعات خاصة بالملاعب، في كل حاجة أنت تقدر تشتغل فيها وفي أي مجال. كمان بالإضافة لأن يكون عندك إصطاف فاهم في الصيانة، ولو مش فاهم هتكون عارف بتقص العشب مثلا. يعني إدارة وصيانة العشب الصناعي له صيانة وله طريقة في صيانته، في رابر بيكون يعني زي مادة بتكون موجودة فيه، وفي أماكن مثلا تأكلت بتتبدل في كذا. الصيانة العشب الصناعي لها وضع، والعشب الطبيعي طبعا بيكون فيه عمليات بتكون بتتم عليه. اول حاجه واهم حاجه بتكون في صيانه العشب الطبيعي اللي هي القص بانتظام والتسميد والرعايه وتحديد المحددات اللي بتكون جايه مع الاطراف العشب، ويكون طبعا في فتره الصيف وانتظام الري. كام الري اللي بتاخده في فتره الصيف، وكام الري اللي بتحط له كام لتر مثلا في اليوم، بتكون عامل حسابك على تنظيم برنامج الري. يعني مثلا هنقول 15 لتر في فترة الصيف و11 لتر في فترة الشتاء، بالإضافة للأمور اللي احنا بنتكلم عليها كلها. هأعطيكم عرض كده بسيط. ده يعني مشروع زي مشروع فيلا. اوكي، هو مش جاي العرض 2D. هنبين في شرح تاني مرة تانية، هنحط معانا مشروع بيبين كله بالتري دي وبيكون باين كل حاجة، وهندخل داخل الفيلا دي من المكان ونعرف ايه الموجود. زي هنا في حمام سباحة، في أشجار، في نباتات، كل ده هيبين معانا في المشروع. بس اللي قدامي ده زي نموذج توب فيو، وبعدين بنعرض إن شاء الله. تمام. ده كده يعتبر عرض مبسط لأول محاضرة، على أساس من هنا هنبدأ نتكلم بالتفصيل عن كل حاجة. أوكي. فأول حاجة بناخدها بيكون هو تعريف اللاندسكيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا ان طبعا بعد كل التقديم المقدمة اللي احنا اتكلمنا عنها ديت بنتكلم على كل حاجة بالتفصيل. هنوضح لكم طبعا تعريف اللاندسكيب، واتفقنا ان اللاندسكيب يعتبر علم ويعتبر فن في نفس الوقت، فن تصميم وتنسيق الحدائق. من بداية الامر كده انا اتكلمت قبل كده وقلت لكم ان هو استغلال الامثل للعناصر الخارجية والفراغات الخارجية كلها. والفراغات الخارجية دي بتعتبر فراغات منها نوعين: فراغات خارجية خاصة، وفراغات خارجية عامة. الخاصة اللي هي طبعا خاصة بالفيلات، إذا كانت المشروع عندك ده مشروع فيلا أو مشروع قصر أو فيلا خاصة. المناطق الخارجية العامة اللي هي بتختص طبعا بالكورنيش، المنتزهات، الحدائق العامة، الشواطئ، أي مكان عام حتى لو في المدن أو في الأماكن اللي احنا اتفقنا عليها. أوكي. من بدايتنا كده قلنا تصميم وتنسيق الحدائق بيعتبر اللي هو علم، لانه طبعا بيقوم على اسس ومعايير عشان تقدر تقوم بتنفيذه، ليه قواعد وليه كل شيء. وفن لانه بيهتم بالتذوق، يعني انت عندك الذوق الفني ان انت تختار الالوان والاشكال وازاي توزيع الموقع. من الاماكن كلها تقدر تستخدم الهارد والسوفت، الهارد سكيب والسوفت سكيب في كل الاماكن اللي انت اخترتها. فبالتالي كلنا لازم نكون عندنا تذوق فني. ينقسم طبعا اللاندسكيب إلى قسمين. أول قسم، يا ريت كل الناس تكتب وتجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا إن القسمين دول مهمين جدا. عايزك تكون قاعد كده زي الأسد وأنت بتكتب ومعاك كل حاجة وكاتب ومركز، لأن طبعا مش هينفع أشتغل في موقع خارجي ولا في الحياة العملية. طبعا الفرق بين الحياة العملية والحياة الدراسة والتعليم، الفرق بينهم الخبرة. انت بتكتسب الخبرة من العمل ومن الخبرات،
وزي سبحان الله يعني الآية القرآنية اللي قلتها في بداية المقدمة، إن هي بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل ما بتتعلم شيء، صدق الله العظيم، كل ما بتتعلم شيء بتزيد درجة عند ربنا، وبتزيد درجة، وبتكون عندك تعليم وعندك كده تقدر تقدم في أي مكان وأنت حاطط رجلك على أرض ثابتة، إن أنت تعرف تشتغل كذا، أعرف أشتغلها، سمعت عنها مش هتكون فاهمها، لازم تكون دارس، لازم تكون فاهم. الدراسة شيء، وإن شاء الله في أقرب فرصة بيكون لنا زيارة في مواقع عملية، وهنوضح كل الأمور ديت وكل الأماكن والحاجات اللي هي إيه الفرق بين الهارد سكيب واللاند سكيب، السوفت سكيب. الهارد سكيب ده طبعا بيشمل المنشآت والأجزاء الغير حية، يعني أي مباني، أي شيء منشأ موجود، من زي الباربيكيو والنوافير والشلالات والصخور، أعمال حمامات سباحة، يعني البرجولات، المباني، أعمدة الإنارة، ده كله، والإضاءة بأنواعها، زائد الطرق والشوارع والأرصفة، كل ده بيندرج تحت، والممرات المشاة اللي انت بتمشي عليها في الحدائق دي كلها بتندرج تحت بند الهارد سكيب. اما السوفت ده بيختص جزء خاص، يعني اللي هو الجزء الزراعي او الجزء الخاص بالنباتات والاشجار والشجيرات والنخيل والمسطحات الخضراء والزهور والاسيجه النباتيه ومغطيات التربه وشبكات الري، واذا كانت ري بالتنقيط وري بالرش او حسب نوع النبات، او ري سطحي اللي انت شغال عليه. بالنسبه لللاندسكيب، من اهميه اللاندسكيب لازم تحط في اعتبارك ان اللاندسكيب ده مهم جدا في حاجات. من بدايه ما تدخل المنتزه او الحديقه العامه او الشاطئ او المكان اللي انت رايح فيه، هي يعتبر ان احنا اتفقنا ان هو استغلال للمناطق الخارجيه، استغلال الامثل للمناطق الخارجيه، يعني الامثل يعني افضل شيء في استغلاله للمناطق الخارجيه دي. انا اقدر ازاي استغل المناطق ديت باستغلال جيد؟ توزيع العناصر وتصميم عناصر بديلة. يعني كان المنطقة دي كانت منطقة رملية، منطقة فاضية، أنا قدرت أستغل المكان ده والمساحة دي، عملت فيها شيء متنزه الناس تقدر تكون فيه، إذا كان حسب طبعا الغرض من المكان. يعني أول حاجة بتركز عليها اسم المشروع، إيه نوع المشروع، إذا كان مشروع تجاري ولا مشروع ثقافي ولا مشروع ديني ولا مول ماشي فيه، ولا حديقة عامة أو مدينة الناس هتقدر تمشي فيها. يعني بمعنى أصح مهندس تصميم اللاندسكيب بيتحكم بنسبة 100% في المناطق الخارجية. مش كل الموضوع الجدران، انت لو قاعد كده في الجدران بين البيت وبين الفيلا او في اي مكان، انت لازم بتدور على مكان تتنزه فيه، مكان عايز تشم فيه هواء، عايز تكون تغير جو. اول ما بتفكر تغير جو بتطلع للاماكن الخضراء، تطلع المنتزهات ايا كانت، سواء كانت في الكورنيش او في الشواطئ او في الحدائق او في اماكن خاصة، حتى لو في حديقة بيت. فبالتالي انت هنا بيتحكم مهندس اللاندسكيب في جميع العناصر الخارجيه كامله بنسبه 100%. انت لو داخل من مجرد ما انت دخلت كده مثلا حديقه او مكان وباركنت السياره، واقف في الباركن العربيه، يعني حطيناها في الباركن، وجيت بعد شويه لقيت درجه الحراره مرتفعه عليها او سخنت، ده عيب من تصميم اللاندسكيب. تاكد جدا ان ده عيب من تصميم اللاندسكيب او من مصمم اللاندسكيب. لو ماشي مسار طويل وقعدت فتره ماشي ما وجدتش عندك كرسي للاستراحه او مثلا اماكن جلوس، اعرف ان ده برضو عيب من مصمم اللاندسكيب. إذا كان الرصيف عالي حتى لو ب2 3 سم، يعني نسبة بسيطة عن الموجود المعتاد، والناس كده واحد ماشي ووقع على الأرض بسبب الارتفاع دوت ولا اتصدم في الارتفاع، ده برضو عيب من مصمم اللاندسكيب. لازم يكون مراعي كل الأعمار ومراعي كل، حتى يعني أصحاب الهمم أو يعني ذوي الاحتياجات الخاصة لازم نعمل له حسابهم في أماكن للمرور خاص بيهم. والأطفال اللي هي برضو ذوي الاحتياجات الخاصة بيكون لها مناطق ألعاب خاصة بيها مخصصة للأطفال. يعني كل شيء تقدر تتحكم فيه في الحديقة، حتى سلات المهملات لو معاك اي مخلفات وانت موجود في حديقه وتنزهنا، زي نظام الناس كده لما بتروح في شم النسيم او في اي مكان عام، ده بيكون فيه اكيد مخلفات حتى لو جالس في الحديقه، يعني جلسه عاديه.
بيكون في اي مخلفات. ما لقيتش سله مهملات، ده عيب من مصمم اللاندسكيب. لازم يكون معمول حساب كل حاجه. اماكن للشواء، منطقه باربيكيو خاصه بالشواء تكون عليها سيفتي، يعني تكون امان اللي هيعمل، هيشوي او يعني مش معقول هتقعد فتره طويله في الحديقه، ولازم يكون عندك كده. بالتالي كل اللي انا اقصد ان المهندس اللاندسكيب او مصمم اللاندسكيب بيتحكم بنسبة 100% في المناطق الخارجية، ولازم توزيعها توزيع امثل، يعني على اكمل وجه. اوكي. هنا بقى بنقدر نقول ان يعني تعريف اللاندسكيب، لو هنسجل الاسم، بيكون تعريف اللاندسكيب هو علم وفن تصميم وتنسيق الحدائق. علم بيهتم بأسس وقواعد لتنفيذه، وفن لأنه طبعا بيحتاج للذوق وتناسق الألوان والأشكال ومعرفة كل ما هو جديد، بالإضافة إلى أن اللاندسكيب يهتم بالاستغلال الأمثل للحدائق زي ما اتفقنا، وانقسامه إلى قسمين اللي اتفقنا عليهم. أنا بعيد للتذكير، اللي يكون فيه سوفت سكيب وفيه هارد سكيب. وطبعا قلنا ايه هي عناصر السوفت سكيب وعناصر الهارد سكيب. اي حد طبعا عايز يراجع الكلام ده، انا بكون حاطه في داتا على برنامج باوربوينت، بتكون معروضه بنظام PDF للمراجعه، وانا عرضتها قبل كده بالفيديو، وبعيد كمان مره ان شاء الله لاي حاجه واي اسئله تحت امركم. اوكي. اول حاجه بيقوم بيها مهندس اللاندسكيب قبل ما يدرس المشروع هي اسم المشروع زي ما اتفقنا، وبيكون عندك اللي هي دراسه الموقع وفهم احتياجاته. انا لما اكون رايح اعمل فيلا، لازم اعرف العميل هو تفكيره ايه الفكره الفلسفيه اللي هو العميل
محتاج كمية، يعني عدد عمالة قد ايه، وفي عمالة فنية مختصة لكل بند. أعداد العروض الفنية والمالية المتناقصة. تمام. لازم تكون عندك خطة مالية برضو، هتصرف قد ايه في العمالة زي ما اتكلمنا في البداية برضو. كام أجر العمالة والكام يوم، ولو هتاخد شهر أو أكتر أو أقل. يعني هتكون عامل حسابك على المدة اللي أنت هتنفذ فيها المشروع، وتكون حاطط في دماغك كمية المبالغ اللي هتعمل. وفي نفس الوقت لازم يكون في ربحية. إزاي تحافظ على ربحية أعمالك في أعمال تصميم اللاندسكيب؟ يعني تكون حاطط الماتيريال، المواد اللي أنت هتشتغل عليها تكون مواد تقدر تربح الشركة اللي أنت شغال فيها. تمام. واخر شيء اتكلمنا ان بعد الانهاء هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله في محاضرة خاصة بصيانة وتشغيل اعمال اللاندسكيب. بس حبيت اوضح لكم واتكلم عن كل بند جزء خفيف، وتكون المحاضرة دي محاضرة تعريفية، ويكون عندك فكرة كبيرة وكمان مجرد التعريف